إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. مالك يا أستاذ محمد زعلان ليه؟ موبايل الجديد لسه شاريه، سرق مني وأنا جاي الشغل النهاردة. بجد؟ طب على كده أبارك لك بقى. تباركيلي على إيه بس؟ هو أنا قلت لك لقيت موبايلي؟ أنا بقول لك موبايلي اتسرق. ما أنا عارفة إنه اتسرق، بس قصدي مبروك عليك الرصيد اللي اتحول لك. رصيد إيه بالظبط بقى؟ أنا مش فاهم حاجة. قصدي الرصيد اللي اتحول لك لحسابك في الآخرة. أنا مش فاهم حاجة خالص، ممكن تفهميني كده بالراحة؟ بص يا سيدي، كل واحد مننا عنده حساب جاري في الدنيا، وده في المال، النفس، العرض إلى آخره، وحساب استثماري في الآخرة اللي فيه الحسنات والمكافآت والأجر. صح، كلامك مظبوط. أنا هشرح لك. أنت لما بتتصدق مثلا على حد محتاج، فأنت كده بتحول فلوس من الرصيد الدنيوي لرصيدك في الآخرة، وده الميزان اللي هيحدد مصيرك في الآخرة. صح كده ولا إيه؟ بس أنا مطلعتش الموبايل صدقة، تتسرق مني. ما أنا عارفة وجايالك في الكلام أهو. ربنا حطلنا قانون في الدنيا القصيرة اللي بنعيشها دي، بما إن الحياة الدنيا دار اختبار، يعني إن أي حد هياخد حق حد في الدنيا، فالحق ده هيحول فورا من رصيده في الآخرة، من رصيد المعتدي لرصيد المعتدي عليه، سواء بقى كان الاعتداء ده لفظي، معنوي، جسدي، اعتداء على الممتلكات، أو أي نوع من أنواع الاعتداء. وخلي بالك من حاجة مهمة، إن حقوق الناس عند ربنا عظيمة جدا، وعشان كده تسعيرة الاعتداءات دي يوم القيامة هتكون ضخمة بشكل كبير ما نقدرش نتخيله. ويوم القيامة هتتفتح الدفاتر، وكل واحد ياخد حقه، وكل دفتر هيكون فيه دائن ومدين. وربنا في كتابه الكريم قال: هذا ما توعدون ليوم الحساب. على كده بقى يبقى الموبايل اللي اتسرق مني ده هيبقى رصيد مضمون من الحسنات، هيتضاف لحسابي يوم القيامة من الشخص اللي سرق مني الموبايل. بالظبط كده. ومين عارف، يمكن الموبايل ده يكون سبب ان كافة حسناتك ترجح وتدخل بسببه الجنة. وكمان في حاجة، العبادات بتاعتنا ممكن ما تكونش كاملة، يعني الصلاة سرحت فيها شوية ما أخدتش أجرها كامل، صيامك مزجته بحاجة كده ولا كده، لكن الحق اللي اتخذ منك هيرجع لك رصيد حسنات كامل مكمل مضمون. يعني كده ممكن تلاقي شخص بيصلي ويصوم ويعبد ربنا، ورصيد حسنات اللي عمله كله تاب فيه ياخد منه حد تاني بسهولة كده، كل ده عشان جاب سيرته أو أذاه أو اتكلم عليه أو أخد حقه. الله ينور عليك، كده انت فهمتني. طب ولنفرض بقى ان الشخص اللي سرق مني الموبايل ده ما عندوش حسنات اصلا، نعمل ايه ساعتها؟ في الحالة دي بقى ربنا بياخد من سيئاتك وتتحط في ميزانه هو، يعني اطمن، حقك هتاخده. مين مننا ما عندوش سيئات ونفسه يتخلص منها؟ اسمع بقى على حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول فيه ايه؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، أو أكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتورة، اللي بقولك ايه، اللابتوب بتاعي ده موديل السنة دي، انا طالع بريك بعد شوية، ايه رأيك بقى وتسرقيه مني؟